بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير. ده موقف حصل ومن ساتر الله. الصيدلي سأل السؤال اللي هو قد يفتكروا المريض او اللي داخل الصيدلية يشتري انه شيء آه، بسيط او سؤال ثانوي. خلاص يا عم اديني العلاج، انا معايا طفل تعبان عايز اخلص. اللي حصل ان ده حد دخل الصيدلية وكان هيستخدم نفس المنتج اللي هو معاه في البيت بس باسم تجاري مختلف. يعني كان هيزود الجرعة من غير ما يعرف، اللي هو أصلا لو هيستخدم واحد بس منهم المفروض إنه يكون تحت إشراف الطبيب وما يزودش منه. فهو عنده في البيت ده الفنتولين محلول والفاركولين ده اللي كان عايز يشتريه. دخل كان عايز ياخد ده من الصورة. تمام. بعض الناس فاكرة إنه ده مختلف عن ده، لكن الحقيقة إن ده هو ده. وفي نوع تالت اسمه بيوتالين برضو، بس انا في الفيديو قلت احكي اللي حصل فيهم الموقف تحديدا. تمام. دخل حد بيكلم حد في التليفون، ولو سمحت يا دكتور اديني الفاركولين ده. تمام. فانا اول سؤال سألته له، انت بتستخدمه ليه؟ لان بعض الناس يكون خد جلسة قبل كده والدكتور شايف ان هو ينفع يتحط له فاركولين، تمام، او فينتولين ايا كان، يعني سلبيوتامول وبس. ما تجيش انت المرة اللي بعدها تكرر وتروح تستخدم الفاركولين. ممكن المرة اللي فاتت الطبيب شاف ان هو ينفع او الحالة مستدعية هذا الامر، لكن المرة دي لا، مش محتاجه. لان الدواء ده بالذات او المحلول ده بالذات خطير جدا، ما ينفعش يتاخد كده ونزود منه وبس، زي محلول الملح، زي الاتروفنت، زي وان كان الباقي برضو لازم نلتزم فيه، لكن ده اكثر خطورة. فالموقف حصل يعني سبحان الله، هو نفسه لو هيستخدم واحد منهم المفروض ما يستخدموش الا لما يرجع للطبيب. فتخيل وانا بكلمه بسأله انت بتستخدم طيب الفاركولين ليه؟ قال لي لا ده انا لقيته الله ارتاح على الجلسه قبل كده، فانا قلت اكرره. قلت له طب ايه اللي معاك انت في الجلسه؟ انا بساله ايه اللي ناقص فيها، يعني على اساس اقول له خلاص ما تاخدش الفاركولين واستخدم دول، وبعد كده لو ما خفش روح للدكتور، يعني على اساس يسمع صدر العيل، يشوف ايه المشكله يعني بالظبط. فاتضح الباشا انه هو اصلا عنده فنتولين كمان، هيحط ده وهيحط ده. قلت له لا انت اصلا كده مش محتاج ده، والمفروض حتى ما تستخدمش الفنتولين اللي عندك. فكان السؤال البسيط اللي هو مرتبط بخطورة هذا الدواء، بخطورة هذا الدواء، لأنه الصيدلي طالما سألك في الغالب بيسألك عشان يتفادى خطورة عالية من بعض الأدوية. فياريت ما تستهونش بالأسئلة اللي بتتسأل في الصيدلية من الصيدلي. وده كان موقف مهم جدا، والحمد لله لا اشترى مني ده ولا استخدم ده، وراح للطبيب وطلع مش محتاج خالص اصلا، لان ده بيهدي النفس عن طريق، طبعا انا بتكلم بصفة عامة مش كلام علمي لانه المحتوى مش موجه للدكاترة يعني. فبالبلدي كده هو بيخش على المستقبل بتاعه في الجسم وبيعمل زي ريلاكسيشن كده، او يعني استرخاء في العضلات عشان يقلل النفس او يظبط النفس. فدي بتبقى بعملية مثلا مظبوطة وجرعة مظبوطة، عشان لو زادت عن كده ممكن يحصل ضرر جامد. ودي كانت حكاية من الحكايات اللي بتحصل في الصيدلية. فكنت حابب احكيها لحضراتكم، تمام، عن طريق توضيح انواع الادوية دي باي شكل. تحياتي ليكم، وانتظروني في حكاية جديدة من حكايات الصيدلية، وأيضا في فيديوهات أخرى من جميع الأقسام في هذه القناة التي تقدم محتوى طبي فيها في التجميل والأعشاب وكل ما يتعلق بالأدوية والطب بصفة عامة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.